كان رونالدو وميسي معروفين بصداقتهما المتينة. كلاهما يقدران مهارات بعضهما البعض. نيمار دائما كان يشعر بالغيرة من هذه الصداقة، وقوة علاقتهم تشكلت مع الزمن. سبيد، المعروف بمزاجه الحاد، كان يرى التعاون بينهما غير صحيح. بدأت الأنظار تتركز على هذه المجموعة من اللاعبين. كانت المنافسة دائما حاضرة. تحولت الأمور عندما قرر نيمار وسبيد التدخل. أرادوا إثارة الفتنة بين الأصدقاء. استعرض نيمار وسبيد مهاراتهم في لعبة كرة القدم، إلا أن رونالدو وميسي تجاهل المناكفات. تفاجأ نيمار عندما رأى أن خطتهم لم تؤثر على صداقتهم. كانت لحظة مصيرية. استمر رونالدو وميسي في الصداقة. أثبتوا أن الصداقة أقوى من الغيرة والمشاحنات. نيمار وسبيد أدركا أن محاولتهما فشلت، وعادت الأمور لطبيعتها. كان الدرس واضحاً: الصداقة الحقيقية لا تتأثر بالعوامل الخارجية. ظل رونالدو وميسي نموذجاً للصداقة في عالم الرياضة. كان الجمهور فخوراً. هذا الانتصار جعل اللاعبين الأربعة أقرب بكثير مما كانوا يتوقعين. التعاون والمنافسة شكلاً معاً ديناميكية ممتعة ومثيرة لألعاب كرة القدم. الفرق بين الصداقة والغيرة ظهر جلياً. الضغوط لم تفرق بينهم. في نهاية المطاف، فاز الجميع بشيء أكبر: احترام متبادل وتقدير دائم. إذا كنت مع ميسي ورونالدو ضع لأيك، وإذا كنت مع نيمار وسبيد ضع اشتراك.